السلام عليكم. هذه قناتي لرقم فارس ومتخصصة في الرياضة ولا بشكل أدق في كرة القدم. راح نتكلم على المونديال، خاصة وأن في نهائيات كأس العالم قطر فيفا 2022. رانا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ودرت لكم حلقة ولا سلسلة من الحلقات فيها 8 أجزاء. كل مجموعة نجزم لكم شكون الفرق اللي راح تتأهل وتروح للدور الثاني. التحدي اني ما نغلط في حتى مجموعه ونجيب ال 16 فريق اللي رايحين يتاهلوا للدور القادم. وباش تتاكد باللي هذه الفيديوهات راهي نزلت قبل ما تلعب الجوله الثالثه من دور المجموعات، تقدر تشوف هنا تاريخ في جوجل، وراني قاعد ندير في الريفريش ولا تحديث للصفحه، وتقدر تهبط لاسفل هذا الفيديو وتتاكد بنفسك باللي هذا الفيديو تم نشره قبل ان تلعب الجوله الثالثه. اليوم راح نتكلم على المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه سهل الجزم فيها نوعا ما، خاصه وانه المجموعه تحتوي على كل من فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. فرنسا عندها 6 نقاط وجزمت باللي راحت للدور القادم، وحكايه غير تحصيل حاصل اسكو تروح في المرتبه الاولى ولا في المرتبه الثانيه. الحاجه الثانيه واللي هي الدنمارك اللي عندها 3 نقاط. الفريق اللي في المرتبه الثانيه من هذه المجموعه هو فريق استراليا ب3 نقاط، والفريق الثالث ولا في المرتبه الثالثه فريق الدنمارك بنقطه واحده، والفريق التونسي في المرتبه الرابعه بنقطة واحدة. بالنسبة لي أنا من هذه المجموعة راح نتوقع كل من فرنسا وأستراليا في الدور القادم. هارد لك لكل من المنتخب الدنماركي والمنتخب الشقيق التونسي، يتمنينا يكونوا ولا يأديوا بشكل أحسن في هذا المونديال، ولكن على غالب لعبوا أكثر من مباراتين وما قدروا يسجلوا حتى هدف وتلقاوا في شباكهم هدفين. كانت هذه هي الحلقة تاع اليوم ولا التوقع تاع المجموعة الرابعة. على بالي باللي التوقع تاعي كان غريب، مي تفصلنا ايام قليله حتى نجزموا اسكو التوقع تاعي كان صحيح ولا لا. والسلام عليكم، وشوفوا 8 الاجزاء الاخرى.